فاهمين ايه بقى غلط؟ تعالوا كده هنا عشان بس نتكلم قدام الحاجات اللذيذة دي. كنا فاهمين غلط ان انا لما اجوع في الدايت لازم اقوم نفسي واضايق نفسي واقول ساندرا اجمدي، انت جعانه هتتغلبي على الجوع، هتلهي نفسك في اي حاجه تانية. لا غلط على فكره. لما نبقى جعانين واحنا عاملين دايت المفروض ناكل حاجه صحيه، ناكل حاجه حلوه. الحاجه الحلوه او الصحيه دي لو مش جاهزه في التلاجة ضاع الفكره بتاعت ان احنا ناكل، لان انا غصب عني هروح افتح اول كيس بطاطس مقليه تقابلني، وهنقنق في اول شويه بقسماط الاقيهم على الرخامه. فوجود الحاجات دي وبالذات طبق سلطه الراب الخطير ده في التلاجة في علبه محكمه الغلق طول الاسبوع في التلاجة، كل ما يخلص نملى نوع سلطه مختلف، حاجه كده تتاكل بالشوكه، ما فيهاش دهون مبالغ فيها، صحيه، فيها الوان كتير فتبقى مغذيه ومشبعه وطعمها حلو، طعمها قوي. انا مش بقول لكم لما تجوعوا خدوا سناك فلفلايه ولا خيارايه ولا طبق خضار سوتيه، لا كلوا ده طعم الليمون مع الخضار مع البتنجان يحسسكم ان انتوا اكلتوا طبيخ. ففكره ان انا اجوع نفسي عشان انا عامل دايت عشان لازم اخس دي غلط غلط، لان جسمك هيوقف حرق وهيبتدي يحس انا ما عنديش سعرات احرق منها، فمحتاج احافظ على اللي عندي واحافظ على مخازن الدهون اللي عندي، فانا محتاج اكل عشان جسمي يبتدي يشتغل ويحرق. عشان اكل من غير ما ابقى ببوظ الميزانيه بتاعه البيت عشان انا عامل دايت، فحلو ان احنا ناكل حاجه فيها بروتين،